السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا وياكم في شرح جديد. شرحنا لهذا اليوم عن برنامج أو تطبيق بنترست. وصلتني هواي من الرسائل عن مشكلة العمر في تطبيق بنترست. أنا قبل سنة وقبل سنتين منزل فيديوهين عن هذا الموضوع وشارح حلوله بالتفصيل، واليوم راح أسوي فيديو جديد عن حل مشكلة العمر في بنترست بخطوات سهلة وبسيطة وبدون تعقيد. لكن قبل ما أبدأ بالشرح أتمنى منك الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل ما جديد، وكذلك الضغط على علامة لايك الفيديو كدعم منك إلي. أول الخطوات اللي تسوي تشوف الفيديوهين اللي منزلهن بالقناة. إذا جربت الحلول اللي شارحها بهذا الفيديوهين وما نفعت وياك وبقت عندك نفس المشكلة، راح تشوف هذا الفيديو وتابع الحلول اللي بي. أول حل راح تروح إلى متجر التطبيقات سواء للأندرويد أو للآيفون، وتسوي تحديث لتطبيق البنترست على أحدث إصدار وأحدث نسخة. الطريقة الثانية تجي من تختار العمر. عند الإنشاء راح يطلب منك كتابة العمر. ضمن السياقات الرسمية لتطبيق بنترست إنه ما المفروض يكون عمرك أقل من 13، فأنت حاول لا تخلي يكون أقل من 20، ما نقول 13، نخليه أعلى عاد حتى ما تواجه هذه المشكلة. إذا جربت كل هذه الطرق وما نفعت وياك، حاول تفتح التطبيق من خلال متجر أو من خلال المتصفح جوجل أو سفاري أو غيرها، وترك الفترة من الزمن وبعدين أرجع أدخل التطبيق. إذا ما فادت وياك كل هذه الحلول، راسل دعم بنترست، واللي ما يعرف يراسل تواصل وياه على الانستغرام، راح أدز له رابط لمراسلة والتواصل مع دعم بنترست. لهنا وصلنا إلى نهاية الشرح. أتمنى كان الشرح مفيد. لا تنسوا باللايك والاشتراك، تفعيل زر الجرس حتى يصلك الموجودين. شكرا لكم على حسن المشاهدة وعلى حسن المتابعة.